اتجوزت من سنتين وحملت رغم انه جوزي كان رافض الخلفة. بعد الولادة اكتشفت انه بيكلم بنت من شغله كتير، ولما واجهته انكر، وبعدها لقيته بيخرج معاها واعترف انها مجرد خروجة. اكتشفت ان البنت دي متجوزة وجوزها واهلها عارفين. رغم كده سامحته علشان بنتي، لكن رجع ليها تاني لما طلبت الطلاق رفض، ووصل الامر انه سرق حاجات من شقتي واداها ليها. دلوقتي خلاص انا قلبي اتقفل منه وقلبي اتكسر، ومش عايزة غير حقي، وانا بقول له حسبي الله ونعم الوكيل. تمام. طيب احنا يعني هنحاسبن معاكي احنا كمان برضو عشان الموضوع محتاج حسبنا الاول. وبعدين اللي فيه يعني صفة زي كده موضوع الخيانة دي، وان هو بيعرف بناته بيكلم ويخرج معاهم، وعنده الجراءة ان هو بيعرف بنته ويخرج معاها وهي متجوزة واهلها عارفين. يعني في حاجة مش عارفة ايه هي اللي بتحصل، ولكن الخيانة، عشان برضو احنا بقى خلاص ملناش دعوة بالبنت وهي بنت ولا هي متجوزة ولا هي ايه وضعها بالظبط. ولكن الراجل اللي فيه ده الخيانة خلاص، ده يعني علامة وخد الختم خلاص. ما سامحتي، هو بطل، انتي ما اكتشف، عشان هو انتي ممكن ما تكون هو ما بطلش بقى، بس انتي ما اكتشفتيش، خدي بالك في اغلب الاحيان بيبقى هو ما بطلش بس انتي ما اكتشفتيش لان اللي اتمسك بالخيانة ده خلاص خد الختم يعني. فانتي بقى اللي تقدري تقيمي الحالة، يعني انتي تقدري تنفصلي وتربي بنتك وتبقي انتي مسؤولة عنها وتكملي حياتك وتمام، او ان انتي تكملي معاه يعني وتطنشي بقى كل الكلام ده كله وتقعدي عشان تربي بنتك وخلاص. فانتي اللي تقدري تقيمي تكملي الحياة دي ازاي. يعني انتي اللي تقدري تقولي انا مثلا ممكن يعني اتنازل بقى عن مثلا ان انا يعني حياتي خلاص اوكي، انا اتجوزتك وانت هو في صفات كتير كويسة وانتي عايزة تكملي معاه عشان الصفات دي، وعايزة تسامحي وتكملي زي ما سامحتي اول مرة و... وتكملي عشان خاطر بنتك، بس حطي في دماغك ان هو هيخونك تاني، فخلاص اللي اتمسك بالخيانة هيخون تاني وتالت. لو هو انتي ما عندكيش الاستعداد ان انتي تتعرضي لحاجة زي كده تاني، فخلاص اعملي قفلة للموضوع، لان هو لازم تعملي ليها قفلة. برضو اصحابنا وحبايبنا في الكومنتات اكتبوا لنا انتوا رأيكم ايه، واشوفوا في قصة جديدة. باي باي.